ايه ها ايش فيك هذا بسنون؟ اي محمد اكف بي. لا وش ماله مسوي نفسه يفتن بالحاسبات، وجهه تقول مرقع طاول. اي هو على اساس اهو هذا يدق عليه. لحظه والله حبيب قلبي. هلا شلونك؟ شلونك عمي؟ والله الحمد لله. اثر عنك. تسأل عنك العافية، توني جبت طاريك بالخير. خير انت الله ثكو؟ لا والله هيجي بس على مود صاحبي، يعني بدك تشوف له حاسبة. اي والله همزين قلت لي والله على هذا اللي تبغى راح تديني خطوة مال حلوات ان شاء الله حخليه على بالي والله. هو لحظة والله يدق علي عوداني وبعدين امر لك وافهمك السالفة. ها ما في ان شاء الله. السلام عليكم. هلا بسورها ونورها. اقول لك تعرف محمد ابو الحاسبات؟ اي محمد اكتبي. شلون ما اعرفه؟ توني شو تحكيها؟ تقدر تسال لي يا فدوى اريد ابيع حاسبتي. عرفت الدنيا كلها جت على الطافي. لك فضل هذا فد واحد غبي. تخيل ذاك اليوم رحت له للبيت يقول لي نافله حاسبه 4 in 1 اكذبي. والله بربك سامع لك بحاسبه 4 in 1. اي اكو. يابا على كيفك يا ولد اخذت حاصل فاصل. يا اخي اكو ناس يخلوك غصبا عليك تحكي عليهم. مو المشكله هذا اللي اذا تحكي عليه راح ياخذ حسناتك. هي مو اني مفتح سبيل. لا مو سبيل، بس الرسول صلى الله عليه وسلم سئلوه عن الغيبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف لهم اياه، هي ذكرك اخاك بما يكره، والشخص اللي يشيل غيبته راح يجي يوم القيامه ياخذ من حسناتك بقد ما اختابيته. تخيل اذا خلصت حسناتك يبدي يشيل من سيئاته ويشمر عليك. خلي ببالك هذا للشخص الواحد، اما من يلتمون الربع سلم لي باليوم اقل شيء 5 تنشال غيبتهم. اقول لك على الحكي معناها ولا حسنه باقيت لي، ترى مطوخها حيل. يعني احنا اغلب المرات شقه لو هيك يعني حكايه تنقال. اي صحيح حكايه تنقال، بس حقوق الناس ما تضيع عند رب العالمين، وهذا حكيك بظهر اخوك كليته مسجل عليك. الله تعالى يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وفوق هذا كله رب العالمين شبه اللي يغتاب باللي ياكل لحم اخوه هو ميت. انت الشخص الميت من ريحته ما تقدر تتقرب عليه، فتخيل شلون راح تقدر تاكله. مو بس هاي، حتى رب العالمين يفضحك وانت ببيتك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبه المسلمين دائما ويقولوا لهم انه ما يحجون بظهر المسلمين وما يتبعون عوراتهم، لان بالمقابل رب العالمين راح يسلط علينا شخص يحكي علينا بظهرنا، واحنا كليتنا عيوب وما بينا واحد كامل. وانتم تعرفون ايش قد الغيبه هجمته هوايه بيوت، واللي يخاف على بيته الاولى انه يخاف على بيوت العالم حتى لا احد يحكي عليه. وانتم يا بنات يعني والله هذا اللسان مشكله، واذا جمعه نفسس بنات سويه يا رب لا تجعلها غيبه ويشتغلن اقل شيء 4 ساعات متواصله. تخيلوا اكو امراه تصلي وتصوم وتقوم الليل بس بيها مشكله لسانها، كانت دائما تغتاب جيرانها وتحكي عليهم، فسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. تعرفون ايش قال لهم؟ هي في النار. فقالوا له يا رسول الله انها تقوم الليل. تخيلوا بسبب الغيبه خسرت كل حسناتها. بالله عليكم فكروا بحسناتكم وحافظوا عليها، والله يوم القيامه نتحصر على حسنه واحده، وبوقتها والله ما تفيدنا غير اعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو، وأتمنى تكون استفادت من عنده، وآسف إذا جاوزت عليك بشي. السلام عليكم.